قالوا لي لو مش مصدقه تعالي العبيها. رحت لعبتها معاهم، خدوا دم من ايدي وعملنا اللعبه عادي وحطينا الاقلام وحطيت الدم. رحنا قلنا التعويذه، هي كانت تشارلي تشارلي ار يو هير، تشارلي تشارلي ار يو جيم، وعملناها والقلم اتحرك. لعبة الشيطان تشارلي. اتصدرت لعبة اسمها تشارلي أو لعبة الشيطان على مواقع التواصل الاجتماعي اهتمام كبير، وكان الكلام على نقل بنتين من طالبات مدرسة المستقبل في امبابة للمستشفى بعد ما اتصابوا بحالة هياج عصبي لما بدأوا يشاركوا في اللعبة واللي بتعتمد على انهم بيحضروا الجن والشياطين. فتعالوا معايا نشوف ايه اللي حصل معاهم. عندي ملحوظة صغيرة عايز اقولها لحضراتكم، ان شاء الله استنوني كل 3 وخميس مع فيديو جديد، وعايز اعرف رأيكم في فيديوهاتي. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. والقصه بدات بعد ما قرر 4 بنات في المدرسه انهم يلعبوا لعبه شافوها على النت، وهي لعبه شهيره اسمها تشارلي، عشان يتسلوا وهي انهم يستدعوا فيها ارواح وشياطين. وبدات اللعبه وفعلا ظهر الجني وتعرض بنتين منهم لانهيار عصبي وهياج، وبداوا يقطعوا شرايينهم واتغيرت ملامحهم، وبداوا يخنقوا زمايلهم، واتدخلت إدارة المدرسة ونقلوا البنتين للمستشفى، وده تسبب في رعب الأهل البنتين وبقية أولياء الأمور. هم صحاب عملوا زي لعبة بس قلبت معاهم جد. ايه؟ هم اصلا صحاب بناتكم في الاساس قبل الحوار ده؟ هم صحاب البنات. لعبة تشارلي اللي بتتسمى بلعبة قطع الشرايين هي لعبة بتشبه لعبة ويجا الشهيرة، واللي بيعتمد التحدي فيها على التواصل الروحاني، ولكن من شروطها ان يكون اللي بيلعبوها اطفال او مراهقين. وده بهدف ايه؟ انهم يحضروا روح شخص ميت اسمه تشارلي عشان يجاوبهم على اي سؤال عاوزينه يسألوه فيجاوب عليهم، وتكون الاجابة على الاسئلة بنعم او بلا. والاسئلة بتتعلق بامور غيبية على اللي هيحصل ليهم في المستقبل، وده بيحصل انهم بيحضروا ورقه وقلمين رصاص وبيقولوا تعويذه بكلام زي كام تشارلي كام تشارلي، وهم كده بيحضروا الجن تشارلي ويحضروه فعلا. تشارلي تشارلي ار يو هير، تشارلي تشارلي ار يو هير. بيقولوا ان تشارلي هو اسطوره مكسيكيه قديمه بتتمثل في شخصيه راجل شيطان لعيون سودا وحمراء بيحضر من وقت والتاني. واللعبه في الاصل بتقوم على مبدا انهم يحضروا روح تشارلي الشيطانيه، وده بحسب المعتقدات المكسيكيه القديمه. وما كانتش اللعبه في الاصل مشهوره غير داخل المكسيك، ولكنها انتشرت في عالم الانترنت في ايامنا ديت عشان تبقى من اشهر الالعاب. وبترجع بدايات ظهور لعبه تشارلي لسنه 2008، ولكنها بدات في الانتشار بسرعه من خلال مقاطع الفيديو اللي انتشرت على الانترنت في سنه 2015، ووصل عدد مرات البحث عن اللعبة دي بعد فترة قصيرة من انتشارها في نفس السنة لأكتر من 1,600,000 مرة. يساعد في انتشار اللعبة لعبة تشارلي إنها بتستهدف أطفال المدارس عشان يقضوا وقت ممتع مع أدوات مدرسية، وبالتحديد ورقة وقلمين رصاص بيعملوا على شكل صليب عشان يستدعوا شخصية أسطورية مزعومة ميتة وهي تشارلي، ويتم فيها تصوير القلم الرصاص وهو بيتحرك ويبداوا الجري. وانا عامل الحلقه دي مخصوص ليا وليكم عشان اولادنا اللي بداوا يندمجوا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلاهم بقى يقلدوا حاجات كتيره من اللي بيشوفوها على النت، ومن بينهم الالعاب الخطيره ديت واللي ممكن انها تتسبب في قتلهم زي لعبه تشارلي، وهي واحده من كتير من الالعاب المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي اللي كانت مسؤوله عن قتل كتير من اولادنا. والمسؤول الاول والاخير عن ده هم اولياء الامور اللي نسي كتير منهم انهم يتواصلوا مع اولادهم
وسابوهم قدام شاشات التليفونات المحمولة عشان يلعبوا بألعاب غاية في الخطورة ممكن تكون مسؤولة في يوم عن ضياعهم لا قدر الله. واجب على أولياء الأمور إنهم يعرفوا أولادهم بألعاب مفيدة ومسلية، وممكن إن احنا نشاركهم في اللعبة معاهم، ولازم نوعيهم من الألعاب الخطيرة ديت وإيه عواقبها وإيه الضرر اللي ممكن يحصل من لعبة زي لعبة تشارلي، ونستخدم الجانب الديني اللي بيحرم استخدام الألعاب ديت. وفي الوقت نفسه حذر أخصائي في علم النفس إن الأطفال اللي بيشاركوا في الألعاب ديت بتحصل لهم أعراض غريبة زي إنهم يتخيلوا وجود شخص وراهم أو إنهم يشوفوا ظل، وكمان ممكن إنهم يسمعوا ضحك طفل خفي، وكمان بيعانوا من الكوابيس، وكل ده من تأثير اللعبة والرعب اللي فيها. حلمت بيه اللي هو يعني حلمت بيه اللي هو جه في الحلم وبيقول يعني شفت اليوم كله بتاع امبارح، واللي هو كان يعني بيقول لي اللي انا قلت اللي هو هيأذيني وكده، وما كانت جايه بتغطيني، رحت مسكت ايدها، كنت خايفه اصلا. وفي اخر كلامي اللي حضر العفريت يصرفه، وربنا يحمي اولادكم واولادنا من كل شر. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم واكون قدرت اقدمها بكل تفاصيلها، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه لو مش مشترك عندي. وليكم مني جزيل الشكر والاحترام المحارب البرنس. شكرا لكم، شكرا.